بدون قطاعات بقى ولا أي حاجة. عملنا النهاردة ب4 كوبايات من الدقيق أحلى بسكوت معايا جميل جدا، حاجة كده تفتح النفس يا ست الكل. تعالوا نشوف احنا عملناها ازاي. عندي هنا كوباية من السكر وكمان كوباية من السمنة. ما شاء الله بخلط المكونات كده بإيدي لعند ما السكر يدوب معايا ويبقى معايا الخليط كريمي جدا ما شاء الله. بروح بقى في الخطوة اللي بعد كده أنزل عندي ب2 بيضة ورشة من الفانيليا وكمان معلقة صغيرة من الخل، وازود كمان باكت من الفانيليا معايا علشان اعلي تيست الفانيليا معايا كويس جدا. ادوب بقى كل المكونات كده، انا عايزه الخليط يبقى كريمي جدا معايا بالمضرب. بعد كده بنزل عندي بقى ب3 كوبايات الاول من الدقيق، واروح عليهم رشه من الملح وكمان معلقه كبيره من البيكنج باودر. بقلب بقى كل المكونات كده بايدي. انا هنا مش بعجن يا جماعه، انا هنا بفرك كده العجينه كده معايا علشان دي عجينه بسكوت. شايفين حضراتكم انا هنا حطيت الكوبايه الرابعه. بتلمي معايا العجينه ازاي؟ العجينه بتبقى طريه معاكي وملمسها ناعم جدا ما شاء الله. ادي شايفين ومش بعجن فيها كتير، انا بس ببسها كده والمها كلها مع بعض. اللهم بارك. ادي بقى العجينه جهزت معايا. بروح حطها عندي بقى على صينيه كده واكورها سكر كل حاجه قطع صغيره كده ما شاء الله. واجيب بقى معلقه شوكه اي حاجه، بروح عامله الجناب فيها كده من الحرف ما شاء الله. شايفين حضراتكم بتدي معايا الشكل الجميل ده ما شاء الله. ادي اخلص بقى كل الكميه كده زي ما حضراتكم كده شايفين اللهم بارك. واروح احطها عندي على ورق زبده واشغل الفرن. بتدخل على درجه حراره 180، بتدنها 10 دقايق. بتبصي على البسكوت لان البسكوت بيستوي بسرعه جدا. هنا بقى بعد ما طلع من البسكوت من الفرن بجيب عندي اي مربى بقى، دي مربى فراوله، بدهنه كده من الوش كده بالفرشه، بيخلي التست معايا البسكوت روعه ما شاء الله. احلى بسكوت يا ستي الكل بقى كده تاكليه. اللهم بارك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.